نتخانق على ايه؟ ولا حاجة طبعا، ولا حاجة غير ان في الحتة دي لا بشغل عقلي ولا عايز اعترف بالاخر. لان كتير سمعت ما هم كويسين والله زينا هم، والناحية التانية كذلك. مش احنا بنقول كده؟ بنقول مسيحي بس كويس والله، والمسيحي يقول مسلم بس كويس والله. يعني نقصد المعاملة الإنسانية اللي هي القيم بتاعتها موجودة عندنا وعندهم. هم الوصايا العشرة هنا، هم هنا، هي دي الإنسانية أولا عشان نعرف نعيش مع بعض. فأنا رأيي تعليم الدين في المدارس مش مظبوط. الدين بنتعلمه في البيت وفي المسجد أو الكنيسة. في المدرسة نتعلم القيم الإنسانية اللي هي أولها لا تشرك بالله. أول مش كده؟ وبالوالدين إحسانا ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني القيم الإنسانية. مع ما فعله وزير التعليم الحالي إضافة الدين إلى المجموع. لا أنا مش، لا، الدين ما يتعلمش في المدارس. جميل. الدين يتعلم في البيت وفي المسجد، في البيت وفي الكنيسة. لأنك لما تحطه في المدرسة هتعمل عنصرية بالضرورة غير مطلوبة، مش مطلوبة وكلنا رافضينها. ما فيش مسلم ولا مسيحي على هذه الأرض الطيبة مع هذه الشقة. فلماذا نبقي على دعائم الشقة؟ مصلحة مين يعني؟ مش مصلحة